خدت محمد سلامه وكتكوت وطلعنا على ورنر بروز. بس انا محتاس بقى حوسه. بص الخريطه عامله ازاي، برسمين كل حاره لوحد، الموضوع صعب. الشباب اتجمعوا واخدنا الفطار المتين قبل ما نتحرك من دبي. كريم هو اللي كان عارف السكه، بس فجاه اتعصب واختفى من على الطريق. انا بطلع انت تنزل حبيبي يا حبيبي حبيبي ولا يا محمد يا سلام. عملت لهم ايمان. يلا بينا نعيش شويه، لسه السنين الحلوه جايه. واخيرا وصلنا لورنر بروز. عند المكان كله. بصراحه ما كنتش متحمس في الاول، كنت شايفه انه مكان للاطفال ومش هنبسط. الفايبس بتاعت المكان كانت حلوه جدا ومتنظم حلو قوي. قال لهم يا ده قررنا نبدأ بأشهر لعبة وهي توم وجيري. وقت الانتظار بتاعها طويل جدا بتاع ساعة، وفي الآخر اللعبة بتاخد ثانية واحدة وبتخلص. بس الممتع لحد ما انت توصل للعبة بتبقى ماشي جوه بيت توم وجيري بكل التفاصيل. انت هتحاسب على المشاريع. سلامة مشى الاسره الثانيه، قسما بالله مشى الاسره الثانيه، مشى الاسره الثانيه يا جدعان، مشى الاسره الثانيه مقضيها تفتيت اصوات. خش نتكلم الناس تيأس تمشي. اقسم بالله انا احنا وصلنا بس الطابور كان زحمه جدا. عملت خطه صغيره عشان نوصل اسرع. قعدت اقول ان حرام الفلوس اللي احنا دافعينها في اليوم كله تضيع في لعبه واحده، والناس اقتنعت وسابت الطابور ومشيت. يا دين امي، يا دين امي، ولا استرها يا رب، يا رب الثانيه تخلص، يا رب الثانيه تخلص. هندخل على تاني لعبه وهي سكوبي دو. ما كنتش بفهمه، عمري ما حبيت اتفرج عليه، بس دخلت عشان خاطر كتكوت. وبعد كده بدأنا بقى في الألعاب اللي بكرهها، كنت مغمض عيني طول الوقت. ده سيزو. لعبة زي دي أنا ما حاولتش أجربها. هنا كابو كان بيشرط أبطال اللعبة. بيت الجوكر كان جامد جدا، الحلو فيه إن أنت ما بتبقاش عارف إيه اللي جاي. طب وليه؟ ناخد التجربة. طب وليه تخش من هنا؟ لا انا ما بعديش من هنا انا. سو بيك فور ذات ماما زيزو. اللعبة دي كانت حلوة قوي، كلنا انبسطنا فيها جدا. المكان فيه ألعاب كتير قوي ما تقدرش تخلصها كلها في يوم واحد. في ألعاب زي بتاعت باتمان، أنت بتعيش تجربة كاملة مع باتمان وبتروح تحارب معاه وبتطير دي متعة لازم تعيشها، مش هقدر أقول لك عليها. وبس كده، دي كانت نهاية رحلتنا، وأنصح أي حد يروح المكان ده، جامد جدا، هتنبسط. او اسنده على السوق.